السلام عليكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم في موضوع بيشغل بال ناس كتير جدا، وده موضوع مهم جدا مع التطور اللي حاصل حوالينا. والموضوع هو الربح من الانترنت. يعني ايه الربح من الانترنت؟ ببساطة انك تقدر تكسب فلوس من النت وانت قاعد في بيتك، ومن غير ما تحتاج تروح شغل تقليدي او تدفع فلوس كتير تبدأ بيها. لو عندك مهارة معينة زي الكتابة، التصميم، الترجمة، البرمجة، المونتاج أو التسويق، ممكن تشتغل كفريلانسر على منصات زي أبورك، فايفر أو خمسات لو أنت عربي. إزاي تبدأ؟ تعمل حساب مجاني على المنصة دي، تعرض مهاراتك بأسلوب كويس، تبدأ تقدم عروض بأسعار بسيطة عشان تكسب أول عملاء. لما تشتغل بتاخد فلوسك من المنصة وتقدر تزود سعر خدمتك لما خبرتك تزيد. لو بتحب تبيع وتشتري، التجارة الإلكترونية ممكن تكون مناسبة ليك. في منصات زي سوق كوم وجوميا، أو ممكن تعمل متجر إلكتروني على شوبيفاي أو ووكوميرس. ممكن تبيع منتجاتك أو تشتري منتجات رخيصة من أماكن زي علي إكسبريس وتبيعها بسعر أعلى. ولو عندك موهبة في صناعة حاجة بيدك، برضو تقدر تبيعها أونلاين. دي طريقة سهلة ومربحة لو اتعلمتها كويس. الفكرة إنك بتسوق منتجات أو خدمات لشركات معينة، ولما حد يشتري من خلال الرابط بتاعك بتاخد نسبة من البيع. في شركات كتير بديك روابط زي دي، زي أمازون، جوميا وشركات تانية. تقدر تروج للرابط على فيسبوك، انستجرام أو يوتيوب. لو بتحب تصور أو تقدم محتوى مفيد أو مضحك، ممكن تعمل قناة يوتيوب أو تيك توك وتنشر فيديوهات بانتظام. مع الوقت لما تكبر القناة بتاعتك، تقدر تكسب من الإعلانات، الرعايات، وكمان تبيع منتجاتك أو خدماتك. لو عندك معرفة في مجال معين، ممكن تعمل كورسات أونلاين وتبيعها على منصات زي يوديمي أو تيتشابل. ممكن كمان تعمل جلسات تعليمية أونلاين عبر زوم. ما تستعجلش على الفلوس، الموضوع محتاج صبر واستمرارية. جرب أكتر من طريقة عشان تلاقي اللي يناسبك. احذر من الناس اللي بتوعدك بالربح السريع بدون تعب، دي غالباً نصابة. استثمر وقتك في تعلم مهارات جديدة زي التسويق الرقمي، البرمجة، التصميم. في النهاية، الربح من الإنترنت مش سحر، ده شغل وتخطيط. ابدأ النهاردة بخطوة صغيرة، ولو محتاج مساعدة أو عاوز تفاصيل أكتر في أي طريقة من الطرق اللي قلتلك عليها، اكتب لي في التعليقات وأنا هرد عليك. لو عجبك الفيديو، اعمل لايك واشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. أنا معاكم دايما، وبالتوفيق للجميع.